اتفقنا مع بعض من الفيديو اللي فات ان الفنان حسين الجسمي لما قال رمضان في مصر حاجه تانية جاب حبه حاجات كده على الوش وما جابش من في الاعماق، واحنا جايين بقى نعرفكم اللي في الاعماق. من الحاجات اللي ما ذكرهاش الفنان حسين الجسمي ان احنا كمصريين حريصين جدا على الصيام، بنخاف جدا هو انا كل يوم هصوم وقاعدين الجوع والعطش ده، لا ده انا بقى الا الصيام محدش يفسد صومي. اوعى تروح تنتقد حد من المصريين على ان ريحه بقه في الصيام مش حلوه، يا نهار ابيض. يقول لك يا سلام انت ما بتعرفش ان ريحه بقي اللي مش عاجباك دي عند ربنا احسن من ريحه المسك. اللهم قوي ايمانك. واللي عرفك انها احسن من ريحه المسك عند ربنا ما قالكش ان الرسول كان بيستخدم السواك؟ واللي مقابل ليه دلوقتي لو مش متوفر السواك ممكن تستخدم الفرش والمعجون، هيرد عليك انت عايز تستخدم الفرش والمعجون؟ انت عايز تاكل على المعجون وتبوظ صومي؟ لا حضرتك احنا اخر مره بلعنا فيها المعجون واحنا في الحضانه، ما تقولش ان انت ممكن في سنك ده تبلع المعجون، عيب الكلام ده. في سواك وفي معجون، في ادوات كتير جدا ممكن نستخدمها. ما يعني ما وقفتش على المعجون خلاص طالما بيبلعوا خلاص بلاها المعجون، السواك ماله؟ ده غير بقى في اسئله دايما تتسال للشيوخ في موسم رمضان كده، طب هو الحمى في نهار رمضان ماله الحمى؟ هو حضرتك بتستحمى وفتح بقك؟ يعني انا مش قادره افهم ايه المشكله ان الواحد يستحمى في نهار رمضان؟ هو الدش عندكم بيبقى فين بالظبط؟ ولا بقكم مكانه فين؟ بق هنا والميه تدخل في من الدش تدخل في بقكم صح؟ في ايه؟ ايه الافواره دي؟ يا اخوانا اذا كان الصيام ده يعني شعيره من شعائر ربنا، ما هو برضه النظافه احنا دي نظافه، ريحه الفم والجسم ده اساسي. ليه بنتغافل حته النظافه الشخصيه دي؟ طالما انت حريص على صيامك خليك حريص على كل حاجه وتاخد الدرجه النهائيه. دي من ضمن الحاجات اللي عم حسين الجسمي ما قالكوش عليها، واللي ما عرفهاش يا احنا مصريين.